أنا مش قادرة أنسى أول مرة ابني رد عليا بقلة أدب. كلمة جرحتني، أو يمكن كانت نبرة صوته فيها تحدي. ساعتها حسيت إني بتكسر من جواه. هو أنا غلط؟ ولا الزمن هو اللي اتغير؟ ولا أنا اللي معرفتش أربي صح؟ ليه ابني يكلمني كده؟ نفسي مكسورة، مصدومة، محبطة، حاسة إني فشلت كأم، خايفة جدا من اللي جاي. قولولي أعمل إيه؟ عارفة الإحساس ده طبيعي جدا، بس خليني أقولك حاجة. اللي حصل مش نهاية الدنيا، ولا معناه إنك فشلتي في تربيتك. ده بس جرس إنذار، نداء بيقولك خلي بالك، ابنك محتاجك أكتر من أي وقت فات. بصي، الصدمة مش في الكلمة، الصدمة الحقيقية في رد الفعل، في إنك تلاقي ابنك بيرد وكأن ما عملش حاجة غلط، وكأن الكلام الجارح بقى عادي. وساعتها يبدأ صوت جواك يقول أنا فشلت، مش قادر أسيطر عليهم، أنا بتفرج عليهم وهم بيضيعوا. الأول كده عايزك تاخدي نفس قبل ما تنفجري أو تسكتي وتكتمي. في طريق تالت، طريق محتاج وعي، بس والله اللي يستاهل. كان بنت في أولى ثانوي، أمها قالت لها يلا يا حبيبتي صلي، كفاية موبايل. ردت البنت هو أنا كل حاجة لازم تتقلي؟ سيبيني في حالي. وفي ولد في أولى إعدادي، أبوه قال له رد على خالك كويس. يرد الولد بنبرة مستفزة ما أنا برد، هو عايز إيه؟ ساعتها نتصرف إزاي؟ اسمعي الخطوات دي كويس. أول حاجة، ما تاخديش الموضوع بشكل شخصي. ابنك مش ضدك، بس مشاعره مش مستقرة، والرد الجارح ده ممكن يكون سببه ضغط أو خوف أو حتى فقدان إحساسه بالأمان. تاني حاجة، خدي خطوة ورا، ما ترديش وانتي مصدومة. قولي لنفسك أنا مش هحل وأنا متوترة. هدي نفسك حتى لو دقيقة. تالت حاجة، بعد ما تهدي لازم يكون في مواجهة، بس بهدوء. قوليله الطريقة اللي كلمتيني بيها دي مرفوضة، أنا هنا علشانك مش علشان أستحمل منك قلة احترام. رابع حاجة، العقاب لازم يكون واضح لو اتكرر الموقف، زي سحب الموبايل، منع خروج، كتابة رسالة اعتذار، خصم من وقت الشاشة. خامس حاجة بقى، ركزي على العلاقة مش السلوك بس. اقعدي معاه يوميا حتى لو 10 دقايق من غير أوامر، من غير نقد. اسأليه عن يومه واحكي له عن يومك. ابني جسر حقيقي بينك وبينه. لما تحسي انك فشلتي، اسمعي الآية دي: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل تعبك مش بيروح، كل مجهود ليه أثر حتى لو ما بانش دلوقتي. قولي لنفسك أنا مش مثالية، بس أنا بحاول وده كفاية. دوري على دعم، حد يسمعك، صفحة تشاركك نفس مشاعرك زي صفحتنا مثلا، إحنا معاكي. أولادك مش بيضيعوا، بس محتاجينك تقفي تاني، تهدي وتبدأي من أول وجديد. هي رحلة صعبة، أيوة مجهدة جدا، بس نتيجتها تستاهل، لأنك تستحقي تكوني أم مرتاحة، وأولادك يستحقوا أم بتفهمهم مش بس بتوجههم. لو كلامنا لمس قلبك، اكتبي لنا في التعليقات، شاركينا إحساسك أو حتى موقف مشابه. ولو حسيتي إن الكلام ده ممكن يفيد أي أم، اعملي شير، وما تنسيش تعملي فولو علشان يوصلك كل جديد في رحلة التربية الواعية. فقناتكم سكون للعقول الراقية. دمتم في أمان الله.